nous a reçus. C'est un énorme rêve, Ay Wahed. Donc voilà, on est très heureux. On voulait ramener plus le bled ديالنا بحق الحمد لله حتى اللي كنا نقدروا نحتاو. Et on a été reçu merveilleusement par Sa Majesté. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, pour notre peuple et pour le sport au Maroc. On a fait une Coupe du Monde de qualité, mais on a surtout montré de لقد أثبتنا جدارتنا ومستوى متميز في كأس العالم، كما أبرزنا قيم المغرب الإنسانية، وهذا ما مكننا في اعتلاء أعلى المراتب خلال هذه المنافسة الكروية. كما أشكر الجميع وكل من شارك في هذه المنافسات، اللاعبون والطاقم والجامعة، وبالخصوص صاحب الجلالة الذي بفضله كان هناك لاعبون من خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، واليوم هي صفحة جديدة تكتب في تاريخ كرة القدم المغربية، وما هذا سوى بداية في كتابة صفحات أخرى. Pour le football marocain, donc voilà, aujourd'hui c'est une page de l'histoire du football qui s'est écrite au Maroc, et j'espère que c'est que le commencement et qu'on va continuer d'écrire encore beaucoup de pages dans ce livre, Inch'Allah. Es increíble, no pensábamos que habíamos hecho. لم نكن نظن أن إنجازنا سيكون له كل هذا الأثر الكبير. يسعدنا أن نرى كل هذه السعادة للشعب المغربي، وهذا يعطينا قوة ودفعة لمواجهة التحديات القادمة. كما كان لنا شرف لقاء صاحب الجلالة، لقاء انتظرناه طويلا، لقد كان لقاء سعيدا جدا. Para poner orgulloso a todo nuestro país, la verdad que estamos felices y la verdad que ha sido un encuentro súper bonito, emocionante. إحساس كبير، يعني ملي كتكون مغربي وكتحس يعني بالحب ديال بلادك، وكيكون واحد الاستقبال لا من الناس لا من جلالة الملك. كنشكروا الجميع وكنتمنوا يعني نزيدوا يعني نقدموا واحد الاداء اللي في مستوى كبير اللي يخلينا يعني الناس يفتخروا به والحمد لله. الحمد لله، اولا مبروك علينا ومبروك على جميع المغاربه ولا جميع العرب كيف قلتي وجميع الافارقه. هذا الانجاز هذا اللي غيبقى تاريخي، والحمد لله يعني شرف كبير لينا كمجموعه اليوم نجيو نحضروا مع سيدنا نصره الله. هذه المناسبه هذه اللي هو معروف عليها، هذا الشيء معروف اللي يعني اول رياضي في المغرب، وكنشكروا بزاف من هذا المنبر هذا، ونتمنوا ان شاء الله يتكرروا هذه السيناريوهات ويتكرروا هذه الانجازات باش نحظوا ان شاء الله بالشرف ديال سيدنا والشرف ديال ندخلوا الفرحه عليهم اولا وندخلوا الفرحه للشعب المغربي ان شاء الله. كيف قلت لك ان شاء الله تكون هذه البدايه، وان شاء الله مزيد من التالق ومزيد من النجاح ان شاء الله في المستقبل. احنا اللعابه كنا في الدوحه ما كانش عندنا واحد الاحساس بان درنا هادشي كامل للشعب المغربي ولسيدنا شو الله ينصرو لنا. فين وصلنا المطار شفنا الشعب كامل تيتسنى فينا هنا، الدراري كاملين حسوا بان درنا واحد الحاجه اللي كبيره. دونك الحمد لله على هادشي كامل اللي درنا، كنشكروا سيدنا على الاستقبال. احنا فرحانين بزاف وفخورين بالمنتخب ديالنا وبالشعب ديالنا، وهذا افتخار كبير، وكنهديو هذا الفوز الاول لجلاله الملك نصره الله وللشعب كله المغربي اللي بصراحه ما كناش مصورين متوقعين غيدير هذا الشيء كله على ولادنا ولادكم كاملين، والحمد لله على كل حال وشكرا. صافي فريمون بليزير ملي تشوف سيدنا الله ينصرو شفناه واستمناه، وهذا كيعطينا فخر كبير واعتزاز كبير وشرف ليا كبير نشوفو انا واللاعبين، وكنتمنى من الله نكونوا فرحنا الشعب المغربي واولهم سيدنا الله ينصرو لا فامي رويال، اون اسبيرون ان شاء الله يعطينا حافز كبير ان شاء الله باش نبقاو غاديين في المسار ديالنا ونحققوا ان شاء الله بوركوا با لا كوب دافريك ان شاء الله الجايه. شي حاجه شرف كبير ليا ولا والدياتها هما، وانا فرحان بزاف على كاع هادشي، وهذا المنظر ما تلقاش في بلاصه. الحمد لله كل شيء كيضحك، كل شيء من الباركور اللي حنا جايين والناس كيضحكوا يعني فرحه كبرى. فرحانين، تبين ديك البشاشه عندهم في الوجه ديالهم بانهم فرحانين بينا كاملين كجوار وحتى لي مامون تاع هما، يعني هذا في حد ذاته خلانا لان يجونا الدموع في عينينا.
الحمد لله الحمد لله بهذا الانجاز هذا اللي داروا لنا وليداتنا، الله يعاونهم الله يسهل عليهم. الحمد لله كان واحد الاستقبال لاي واحد كيتمنى انه يكون في هذه البلاصه، فحصل لي الشرف الحمد لله. وبهذه المناسبه كنتمنى اننا نكونوا ما خليناش الجهد ديالنا، ما هبطناش ايدينا كيف ما كنقولوا. فهذه هي الكره كيف ما كيعرف الجميع. فالحمد لله انا جد فخور بزاف اللي حققنا، فهذه هي البدايه ديالنا، وان شاء الله مازال كيتسناونا استحقاقات قادمه اننا نزيدوا نشتغلوا عليهم ان شاء الله باش نزيدوا نعطيو واحد الصور ديال للكره الافريقيه وللمغرب خاصه. اول حاجه كنبغيو نشكروا سيدنا على هذا الاستقبال هذا اللي استقبلنا، شكرا ليه بزاف والله ينصروا لينا والله يخليه لينا. كنبغي نشكرو ثاني حاجه بلا الاوقات اللي دوزت في الاكاديمي، ال5 سنوات اللي دوزت بلا به ما كنتش غادي بلا الاكاديمي ما كنتش غادي نوصل لهذا الشيء هذا، وما كنتش نحقق هذا الحلم هذا باش نكون حداه هنايا في القصر الملكي ديالو. وكنبغي نشكرو كنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، ونزيدوا نعطيو المزيد ان شاء الله باش نزيدوا نفرحوا هذا الشعب ديالنا ان شاء الله. إنه يوم عظيم بالنسبة لنا، فبالنسبة لكل مغربي فخر كبير أن يحظى بشرف لقاء جلالة الملك، وأنا في غاية السعادة لقد حظيت بهذا الشرف، وهذا من بين أسعد أيام حياتي. وإن شاء الله لقد ساندتنا الجماهير المغربية في قطر وفي كل أنحاء العالم. لقد لعبنا وكأننا في بلدنا، كما كان الاستقبال اليوم متميزا جدا. الله يحفظكم، شكرا بزاف. We love you. لحظة تاريخية إذن، وتاريخ جميل مر في لحظات كأنها الحلم بين جغرافيا الرباط وسلا، حيث حطت طائرة الأسود مساء اليوم، وبين شوارع العدوتين عاش أسود الأطلس ملحمة الجماهير في حمى الوطن هذه المرة ودفء الجماهير. استقبال شعبي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة أخبار المغرب، وهذا أبرز عنوانها. خبر صادم لجميع المغاربة بخصوص الفريق الوطني، لن تصدق ما وقع لهم على الطائرة، وهذه التفاصيل. علمت قناة أخبار مغربية من مصادر جد موثوقة أن بعثة الفريق الوطني شدت الرحال صوب المغرب اليوم الأحد بعد نهاية مباراة فرنسا والأرجنتين التي انتهت ب4 أهداف لهدفين، وذلك بسبب ركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة ب3 أهداف ل3. والغريب في الأمر أن جميع اللاعبين ركبوا الطائرة المخصصة لنقل عناصر الفريق الوطني باستثناء حكيمي وبوفال وبونو وحمد الله عبد الرزاق وشديرة وسايس، حيث بقوا في قطر من أجل قضاء بعض الوقت من أجل التجول واكتشاف قطر. نتقدم بالشكر لجميع اللاعبين على الروح القتالية واللعب الجماعي. كان هذا خبر اليوم، نشكركم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة أخبار المغرب، وهذا أبرز عنوانها. خبر صادم لجميع المغاربة بخصوص الفريق الوطني، لن تصدق ما وقع لهم